عايشك بارك الله فيك ونسلم على كل المستمعين. عندك ما تقول في بعد صدور البلاغ هذا وانت عضو في لجنة الانتخابات والفرز؟ وكذلك انا عضو لجنه الانتخابات والفرز، وهذا منذ مده يعني من جوان 2016، وكان المسار كل مره معناها نخرجوا بلاغ ولا بيان للراي العام ولحتى النادي الافريقي نوصفوا فيه الموقف وكل معناها الاجراءات القانونيه اللي تبعناها. لكن انا مانيش باش ندخل في مضمون البلاغ هذا اللي الحق ما نقدرش عليك معناها سمعت به في معناها عند زملائكم في راديو، والبلاغ هذا مانيش موافق عليه. قلت لكم مش في المضمون نتاعو، لكن في الطريقه اللي صارت معناها، على خاطر انا ما اجتمعناش اليوم كهيئه انتخابات كيفما جرت العاده في كل يعني اصدار بلاغ ولا بيان في نقطتين هامتين معناها ما تمتش. سامحني استاذ نستوقفك على قلت لي ما حضرتش في الاجتماع هذا، هل لم تقع دعوتك للاجتماع والا الاجتماع ما صارش من اصله؟ احنا ما صارش اجتماع من اصله بالكل، كان فما موعد اليوم معناها على 7 مساء، حكينا بالتليفون وكهو معناها هذا اكثر اللي نجم نقول لك. معناها انا بيدي تفاجات، قلت لهم معناها ما يخرجوش حاجه كمان نتقابلوا، معناها قلت هذا ما صارش، والحق ما نحبش ندخل اكثر في التفاصيل. معناها هذا باش يكون التصريح الوحيد نتاعي، معناها تصريح واحد، هذا مش نكلم حتى وسيله اعلاميه اخرى. معناها هذا التصريح نقول لك انا ماهوش نتاع محب او ماهوش نتاع محامي، نتاع عضو لجنه انتخابات اللي اليوم ما حضرش في اجتماع هذا وفيه معناها قرارات كانت هامه وكاو. عندك ما تعلق على مضمون البلاغ والنقاط اللي تصدرت البلاغ هذايا؟ نعم، ما نحبش ندخل في التفاصيل هذه، فهمني فما نقاط اخرى معناها تزداد ما تقالوش. يعني يقولوا لك اللي انا ما حضرتش في موعد اليوم، معناها كنا باش نتقابلوا اليوم في الليل، حكينا بالتليفون صحيح لكن ما صارتش، ونتفاجئ الحق. وكنت عندي امل انه معناها نلقاو حلول اخرى صحيح، لكن مش مانيش معناها نقول تو انا في التصريح معناها مش نقول على المضمون، لكن على الطريقه اللي صارت به اصداره اللي انا مانيش موافق عليها، على خاطر ما حضرتش في حتى اجتماع اليوم تاع هيئه الانتخابات. من ناحيه قانونيه استاذ وانت رجل قانون، هل غيابك او تغييبك يؤثر على قانونيه البلاغ هذايا؟ مش تحبين نقول قلت لك معناها ما نحبش نزيد حتى شيء اخر على هذا، وسامحوني ويعطيكم الصحه معناها اللي يعطيك اللي حد تقوله معناها. لكن انا قلت لك اليوم كعضو لجنه انتخابات ما حضرتش، وهذا يؤسفني معناها ويظل يؤسف جماهير النادي الافريقي اللي معناها كانوا معملين علينا احنا نون سولمون معناها باش نقوموا بالاجراءات القانونيه كلها. اليوم ما غاديش كان البلاغ هذا يكون قانوني، وهذا رايي كمحامي.